يا خسارة رونالدو عاوتاني كيتقسى على يد الإسبان. الغدارين ولاد الحرام قطاطية جابوه في الوقت الميت وقالوا له هاك نوض قاعد على سلامتك السي رونالدو. بكاو علينا الإسبانيين عاوتاني، بكاو من قبل المغاربة في كأس العالم ديال قطر، وكملوا عليه اليوم عاوتاني الإسبان. راه خاصك تبقى لاعب معاهم وحاضي جنابك، وما معروفة اليوم في كرة غدارين يقدروا يقتلوك في الوقت الميت، وهذاك الشيء اللي وقع للبرتغال. واحد الصديق كان كيتفرج معايا في الماتش قال لي هاد الماتش بارد. قلت له اش من بارد الله يهديك؟ قلت له راه كل وحده فيهم خايفه على راسها يتمارك عليها البيت. البرتغال اصلا ما دخلوش في هاد الماتش مزيان، ما لعبوش كره، مخليين الكره لاسبانيا. اسبانيا كانت عاضه فيهم وخانقاهم وضاغطه عليهم، ما خلاتهمش يلعبوا كره. وانا نقول للصديق ديالي شوف الاسبانيين راه غدارين، ما خصكش تثق فيهم، راه يقدروا يقتلوك في الوقت الميت. يلا قلت له هاد الكلمه هادي، هما يصمتوا لهم الهدف القاتل باش ذبحوه. رونالدو كان عليك تعتزل بشحال هادي، ما بقيتيش تقدر اصاحبي حتى تجري، الجريه ديالك ولات ثقيله. وكأس العالم كيعتمدوا على لاعبين باقيين صغار وسراع. انت تقاليتي يا صاحبي، صافي دوزتي كره خليها زوينه، بقاو الناس يتفكروك كان رونالدو واعر، كان كيدير، كان كذا. ما نساوش حنا شنو كنتي كدير، كنتي لاعب ممتاز، كنتي كتمتعنا بالاهداف ديالك الجميله، كنتي مراوغ خطير، كنتي كتماركي الكفرات. صافي كبرتي، ما بقيتيش قادر تعطي للمنتخب ديال بلادك. كان عليك شحال هادي تسالي، ولا انت عزيز عليك خاصك ضروري تبكي؟ ماشي مشكل السي رونالدو، ما عندك ما دير، كرة القدمية هذه فيها ربح وفيها خسارة، دابا تكبر وتنسى. هاد الزنبوطي هذا، هاد الغدار، هو اللي قضى على الأحلام ديال البرتغال اللي كانت مازال طامعة باش تمشي بعيد في هاد البطولة، وكانوا طامعين باش يفوزوا بهاد الكأس. ولكن إسبانيا وقفات لهم عظم، قالت لهم حنا اللي غادي نقصيوكم، وحتى حنا بدورنا طامعين في هاد كأس العالم. المنظمين هاد البطولة تقصاو، كندا قصيناها حنايا، المكسيك تقصات البارح مع الانجليز، واليوم عاوتاني كتقصى ميريكان. ثلاثة ديال الدول اللي كانوا منظمين هاد البطولة ودعوا، دابا بقاو غير القتالة. شوفوا لي هاد بلجيكا هادي اللي كنت انا حاقرها، كان كلشي حاقرها، كيقول بلجيكا ما عندهاش هاد العام، على داك الماتش الاول اللي دارت مع مصر وتعادلوا 1-1. انا كنت كنقول بلجيكا تقدر تقصى في هذا الدور الاول كاع. وفاش شفناها مع السنغال عاوتاني، السنغال كانت غتقصي بلجيكا، بلجيكا كانت خاسره ب2-0 وتسيفات على السنغال وتعادلات معاهم وربحاتهم. بلجيكا اليوم تسيفات، ماشي هذا هو اللعب اللي شفناه في الدور الاول، ماشي نفس، بحال كتقول جابوا شي لاعبين اخرين حطوهم في هذا الماتش ديال اليوم مع امريكان، وامريكان كيطيروا. شي ميريكان كنت كنقول انا غادي يديروا المفاجاه في هذه البطوله، ما داروا والو اليوم، خنقاتهم بلجيكا. بلجيكا قراو اللاعبين ديال الميريكان عندهم السرعه وكيضغطوا، لعبوا لهم بالخطه ديالهم، لعبوا لهم اللعب ديالهم، ضربوهم بسلاحهم، قالوا لهم نتوما عندكم السرعه حتى حنا عندنا السرعه، نتوما عندكم مراوغين حتى حنا عندنا مراوغين، قتلوهم بالسلاح ديالهم. انا كنت كنقول ميريكان اللي غتضغط على بلجيكا، وكنت كنقول انا بلجيكا غتخسر مع امريكان. صدق العكس، العكس صحيح، صدقات بلجيكا اللي ضاغطه على امريكان، شجعت عليهم الهدف الاول والثاني والثالث والرابع، قتلوهم في بلادهم وامام جمهورهم. هذه هي الذبحه اللي ما كيبغيها حتى شي واحد. باز لهذوك الناس اللي كيتفرجوا تما مباشره، اما اللي كيتفرج في التلفازه ولا في التليفون غادي تجي عادي، اما اللي كيتفرجوا تما راه حسن عوانهم. غدا ان شاء الله مع الخمسة ديال العشية ماتش صعيب، مع الخمسة ديال العشية ماتش صعيب عند المنتخب المصري امام المنتخب الارجنتيني. الارجنتين راه عندهم غير ميسي، انا راه تفرجت في الماتشات ديالهم، راه لا حيدتي لهم ميسي راه ما كايناش الارجنتين. راه سبق ليا قلتها في واحد الفيديو، المصريين الا دخلوا مخلوعين واحترموا ارجنتين حيت بالسميه الارجنتين، راكم غتخسروا
يقدر عاوتاني غير داك البرغوث ديال ميسي يقدر يشجع لكم شي 4 ولا 3 كما دار للجيران الحماق. ثقوا في راسكم المصريين. غادي نعاود نقولها لكم، راه فايت قلتها في الفيديو السابق، ما عنديش معكم، ولكن انا غادي نبغي نشجعكم من قلبي باش تفوزوا على الارجنتين، حيت حنا وانتوما اللي باقيين في هذه البطوله، في العرب وفي الافارقه حنا اللي بقينا، نتوما وحنا. نتوما عندكم الماتش ديالكم غدا، وحنا عندنا الماتش عاوتاني ديال الخميس. غير الله يدير لينا شي تاويل الخير مع ديك فرنسا. حنا ثايقين في اللاعبين ديالنا، عارفين هما كيخافوش، الخوف من الله تعالى. وغادي نعاود نرجع لذاك الجمله ديال ديك الكلمه ديال نور الدين امرابط، حنا ما كنخافوا من حتى شي واحد، الخوف من الله، واللي جا في الطريق بسم الله. بالتوفيق للمنتخب المصري وبالتوفيق للمنتخب المغربي. كونوا رجال.